المشاهدون الأكارم أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من الفضائية الإرثية نستهلها بالعناوين. تدريب 300 ساعة و40 من أعضاء وعضوات إدارة الإقليم الأوسط. تنظيم سيمينار صحي للمرأة في أسمر حول الأمراض المعدية وغير المعدية. الأمطار تتسبب بأضرار في سلعة. طهران ترد على قرار أوروبي يقضي بمواصلة فرض العقوبات عليها. أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بتصعيد التوتر. وإعادة فتح معبر رئيسي بين باكستان وأفغانستان بعد إغلاقه لأكثر من أسبوع. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تلقى 349 من أعضاء إدارة الإقليم الأوسط بينهم 105 عضو دورة تدريبية في مختلف المهن. وأوضح مسؤول تنمية القدرات البشرية في الإقليم السيد برخة تدسي تدريب 185 شخصا في الإدارة والقيادة في إنبات كالا بالتعاون مع المركز الإرثري لبناء القدرات المؤسسية، و87 شخصا في الإدارة المالية، و65 شخصا في إدارة الوقت وتقديم الخدمات، و21 شخصا في رعاية المساحات الخضراء في أسمرة. وقال إن الهدف من التدريب هو تعزيز قدرات وكفاءة الموظفين وضمان كفاءة وجودة الخدمات وترسيخ أسلوب موحد في استخدام وإدارة المال. وقال مدير عام الإدارة المالية قالت إن إدارة الإقليم تولي اهتماما كبيرا بتنمية الموارد البشرية هذا العام، موضحا بأن الدفعات التدريبية الأربعة المنظمة بالتعاون مع مركز بناء القدرات المؤسسية هي مثال على ذلك وستستمر. وقال ممثلو المتدربين إنهم وجدوا الدروس المستفادة مفيدة للغاية ووجدوا بتطبيقها في مكان العمل. وقال مدير مركز بناء القدرات المؤسسية الإرثرية بالإنابة الدكتور أبي الهبت مريم إن التدريب لن يقتصر على إدارة الإقليم الأوسط وسينظم في جميع الأقاليم. وأوضح المدير العام لإدارة الإقليم الأوسط السيد زريت ولد برهان في الكلمة الختامية إن على المتدربين إدراك أن التدريب هو البداية وليس النهاية، ويجب عليهم تطوير المعرفة المكتسبة من خلال العمل التطبيقي والسعي لتحقيق كفاءة أعلى. حضر حفل التخريج حاكم الإقليم الأوسط السيد فسحي هيلي ورئيس مجلس الإقليم الأوسط السيد برهان بيني ومسؤولين آخرين. نظم سيمينار تنويري للمرأة في أسمر يومي 14 و15 من سبتمبر حول مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية. وأوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الأوسط السيدة ألم بلاي إن التدريب يهدف إلى ضمان صحة المجتمع من خلال الوقاية من أسباب وعواقب الأمراض. وذكر مسؤول وحدة المعلومات والتوعية في مكتب وزارة التعليم في الإقليم السيد هابت جبر مسكل أنه من المتوقع من المشاركات القادمات من 13 مديرية إحداث تغيير في العادات والتأثير الإيجابي في محيطهن. ونصح خبير الصحة العامة الشاب ألكسندر بيلي المتدربين بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتعزيز النشاط البدني والحد من استخدام الأطعمة المعلبة والتبغ. وحثت مسؤولة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في فرع الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الأوسط السيدة إلسا جبرهنس أن المتدربات على العمل بوعي انطلاقا من التنوير المقدر باعتبارهن جهات إدارة في الاتحاد. تسببت الصاعقة التي نزلت وسط هطول أمطار غزيرة في قرى سحيت وفلحيت وديبا في مدينة سلعة في 8 من سبتمبر تسببت في مصرع امرأتان ونفوق 87 رأسا من الماشية. وكانت السيول قد جرفت يوم 18 من أغسطس 112 رأسا من الماشية و4 حمير.
وذكرت إدارة المديرية السكان بشكل عام والرعاة وأصحاب الماشية بشكل خاص بالابتعاد عن الأودية. أقام سكان زقب وصلوت في مديرية قالا نفحي حفل غداء وترفيه يوم 19 و14 من سبتمبر لأعضاء قوات الدفاع الإريتري المشاركين في برامج التنمية في المديرية. حضر الحفل المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرقي تولد برهان والمدير العام للإدارة والمالية السيد تكي قلتا وقادة الجيش. وقال مدير المديرية السيد محار يوهنس إن تكريم السكان لقوات الدفاع يعكس الاعتزاز بقوات الدفاع. وقال قائد القوات المرابطة في المديرية الملازم إبراهيم جعاي إنهم مستعدون لتطوير وبناء بلادهم. سيقام يوم السبت والأحد السباق السنوي للدراجات الهوائية الذي ينظمه الاتحاد الوطني للدراجات في مدينة كرن للجنسين، وسيضم السباق 240 دراجا من جميع أنحاء البلاد بما في ذلك 77 متسابقة من 45 فريقا. وحسب الجدول الموضوع سيقام يوم السبت 16 من سبتمبر سباق الرجال من كرن إلى عدرد والعودة، وسباق السيدات من كرن إلى حقات والعودة إلى كرن. وفي يوم الأحد 17 من سبتمبر سيجري السباق في وسط المدينة. وكانت البطولة قد استضافتها مدينة بارنتو العام الماضي وفاز فيها الإقليم الأوسط في الجنسين. سادتي سيداتي فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي وصفت الخارجية الإيرانية قرار فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي عدم تنفيذ التزامهم بالاتفاق النووي بعد مرور 8 سنوات على توقيعه بأن إجراء غير قانوني ويتعارض مع التزاماتهم بموجب الاتفاق والقرار الدولي 2231. وأضافت الخارجية الإيرانية في بيان أن قرار المجموعة الأوروبية عدم الوفاء بالتزاماتها ردا على خطوات إيران النووية يخلو تماما من أي منطق قانوني، مشددة على أنها سترد بشكل مناسب وفي إطار حقوقها على هذا العمل الاستفزازي وغير القانوني للدول الأوروبية. وجاء البيان الإيراني عقب إعلان كل من لندن وباريس وبرلين أنها ستبقي عقوباتها السارية على إيران إلى ما بعد تاريخ 18 من أكتوبر المنصوص عليه في اتفاق 2015 حول البرنامج النووي لطهران، مع تأكيد التزامها منع إيران من حيازة السلاح النووي. وفي بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الألمانية أكدت الدول الثلاث أنها لا تزال عازمة على إيجاد حل دبلوماسي. تبادلت يريفان وباكو الاتهامات بتصعيد الموقف وحشد قوات عسكرية على الحدود، فيما دعت روسيا إلى ضبط النفس. وجاء تبادل الاتهامات عقب تأكيد أرمينيا أن القوات الأذربيجانية تحركت نحو الحدود المشتركة للبلدين، وإعلان أذربيجان أن تمركز القوات الأرمنية على الحدود يعد تهديدا لاستقرار المنطقة. وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إن الوضع على الحدود مع أذربيجان متوتر إلى أقصى حد. في المقابل وصفت الخارجية الأذربيجانية تمركز القوات الأرمينية على الحدود بأنه تهديد لاستقرار المنطقة. وتأتي هذه التطورات على خلفية موجة توتر جديدة بدأت في يوليو الماضي عندما أغلقت أذربيجان ممر لاتشين، الطريق الوحيد الذي يربط أرمينيا بإقليم ناغورن قرباك ذي الأغلبية الأرمينية، وترتب على ذلك نقص كبير في الإمداد. أعلن مسؤول باكستاني أن المعبر الحدودي الرئيسي بين أفغانستان وباكستان قد أعيد فتحه بعد إغلاق استمر 9 أيام إثر اشتباك مسلح بين قوات البلدين. وأفاد إرشاد حان محمد نائب حاكم منطقة
خيبر في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام بهذا الشأن بعودة حركة الشاحنات والمواطنين عبر معبر طرخم الذي عطل إغلاقه تدفق التجارة بين البلدين وأدى إلى تراكم الشاحنات المحملة بالسلع على طرفيه. وأغلقت باكستان المعبر الذي يعد أكثر المعابر الحدودية نشاطا من حيث الحركة التجارية بين البلدين بعد وقوع اشتباك مسلح بين قوات حرس الحدود الباكستانية ونظيرتها الأفغانية أدى لمعتل 3 من قوات الأمن وجرح 5 آخرين. واندلعت الاشتباكات بعد أن حاولت القوات الأفغانية إقامة نقطة تفتيش في منطقة تقول إسلام أباد إنها كانت اتفقت مع كابل على عدم إقامة نقاط تفتيش فيها. الخبر الأخير في هذه النشرة قال متحدث باسم القوات المسلحة الدنماركية إن سفينة سياحية فاخرة جنحت في موقع بعيد في جرينلاند وعلى متنها 206 أشخاص تم تحريرها بواسطة سفينة الصيد. هذا وقد ظلت السفينة السياحية أوشن إكسلورر عالقة منذ يوم الاثنين في الطين والطمي في منتزه البيفيورد الوطني على بعد حوالي 1400 كيلومتر شمال شرق عاصمة جرينلاند نوك. وقالت القوات المسلحة الدنماركية ومشغل السفينة السياحية إنه لم تقع إصابات بين الركاب أو الطاقم. يأتي هذا الإعلام بعد 3 محاولات فاشلة لتحرير سفينة الرحلات البحرية التي تقل 90 أستراليا. وقالت صحيفة في جرينلاند إن الشرطة في جرينلاند تحقق في سبب جنوح السفينة وما إذا كانت أي قوانين قد انتهكت وحتى الآن لم يتم اتهام أي شخص أو اعتقاله. ختاما لنشرة هذا المساء إليكم أبرز ما جاء فيها. تدريب 349 من أعضاء وعضوات إدارة الإقليم الأوسط. تنظيم سيمينار صحي للمرأة في أسمر حول الأمراض المعدية وغير المعدية. الأمطار تتسبب بأضرار في سلعى. طهران ترد على قرار أوروبي يقضي بمواصلة فرض العقوبات عليها. أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بتصعيد التوتر. إعادة فتح معبر رئيسي بين باكستان وأفغانستان بعد إغلاقه لأكثر من أسبوع. انتهت نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.